وانا قاعد نعمل في دورة في فيسبوك كالعادة تعرضني بوست مهبطة في باج تونسية للزواج. مهبطتها سيدة تونسية عادي نورمال امور ان شاء الله يتخذ. نركز شوي نلقاها عمرها 53 معناها نورمالمون في عوض تمشي تدبر مقبرة تدفن روحك فيها. لا قالت لك انا طالب الزواج توا ما فماش كلام عادي امورها مقيمة في المنستير كذا. تركز شوي تجي تلقى لي هي عندها مطالب. امرأة عمرك 53 وعندك مطالب، رجل ناضج صادق. هي برود هذي ما تلقاهمش في واحد عمره 20 سنة، تلقاهم في راجل عمره 80 سنة هذيك ربي نورمالمون تمشي تدفن روحك رب الحياة. وعندها هدف معناها نورمالمون موضوع عادي تتزوج امورها، يعني عندها هدف انها تتزوج وتبني علاقة زوجية بالاحترام واللي يتصل بها معناها على الاقل تحط نمرها. لا قلت لك اتصل بالشان هذه الباج ديالي انا الله يحرق ميتين ام البهيمه بربي. خلينا نمشي نشوفوا الشين هذه التونسيه فاش قاعده تهبط. انا بالرسمي كرزت على الاخر. باج اسمها عروض الزواج في تونس. سبحان الله معناها ما نجموش يخطبوا كالعاده، لا ولات الزواج بالباجيات معناها اكتب بوست وكان نلقاك واحد عجبك او انه تنشوفوك. يا برو شنو هذا يا برو؟ دوله لدرجه اتخذنا معناها ما عادش عندنا حتى بالزواج دخلوا في حيط. ما نجمش تتزوج امورك واحد 30 55 ما عادش نجم نحكي راه بالرسمي. الموضوع راهو يكرز على الاخر. بربي غنمشي نشوف الكومنتاريات في البوست اللي فات نلقاوش على الاقل حاجه تصلح. اما برجوليه الموضوع خايب على الاخر. برجوليه بيها على الاخر. دبرناك راجل من الجزائر قال لك مهتم من الجزائر وسيريو ديريكتلي ديري لي متابعه وروحي بريفي نتفاهموا. دبرت عمرها 53 ودبرت راجل من الجزائر ما شاء الله بيه حاجه بيه على الاخر. وصل المجتمع نتاعنا في عوض خطبه نورمال عوض نورمالمون يبرو ما تحكيليش حتحكي عمرك 53 57 انت هي حياتك انت تدبر زوج باش تعمل بيه. المهم في الاخر حتى اذا دبرتي كبير في العمر ما باش يمشي الطفله مع عليه باش يجي لوحده كيف كنت يقعد مع حياته. شوف الكومنتات اللي بعد عندها التنوع ما شاء الله. ولقينا ابراهيم من تونس ما شاء الله عمره 46 باهي اصغر منك هو باش يخونك ما نورمال باهي يخدم روح ويخدم في ايطالي باهي ايطالي تقريبا ما عندوش صغار جمله حاجه بيه. دبرني لك او عندك دو زوفر تو ري اختار واعمل حكايات كيمين يسار. ياخذ التونسي ياخذ الجزائري رجال الجزائري رجال اختار الجزائري. حتى التونسي رجال بات نحكي لك عموما سايب عليك خذ الجزائري هذاك ثقه نتصور مش باش يخون خاطر اصلا باش تعيشوا في الخلاء. تحية للشعب الجزائري بيكون نشوف هو شوف العرض الثاني ثم لقينا اعلان زواج طلب خطوبه كيفاش الله اعلم امور. نبذه عن الخاطب ما شاء الله حسام الله عمره 31 باهي صغير. مكان قالك مقيم في فرنسا العاصمة باغي باهي ياسر. المستوى المهني التقني الكترونيات باهية. مواصفات الشركة يطلب في مواصفات سيدي ما عادش عندهم باش تخطب له. البنية الجسم غير سمينة ذات قوام متناسق ذكية رشيقة الله على المواصفات. وعنده مواصفات شخصية نظيفة ومثقفة باهي ياسر. كيفاش نظيفة مانيش عارف. ذات حيوية وطاقة إيجابية تحب الضحك والجو المرح وتحب البيرة بيان سور. تونسية فدلك وصاحب تحبها تونسية بيه برجولية بيه على الاخر. برجولية يعني بدا مخي بيهز اما برجولية راهي المتطلبات نتاعك ياسر علينا معناها وزيد عمر 25 ل 30 ومثقفة ومحترمة معروفة بالسرية والقراية والكتب باهي ياسر معناها تحبها قراية وتحب السرية وعندك طرق تواصل ما شاء الله غني ياسر انت. هاني موجود انا برجوليه هزنا لفرنسا برجوليه معناها بعث لنا ميساج بريبي وزن بالرسم الموضوع سخيف على الاخر. بربي خلينا نمشي نشوفوا نلقاوش بوست اخر كان نلقاو لكوش زوجة في الفيديو هذا. شنو رايك ما تلقاش هكا انسان يعجبك ونبعث لك التواصل ديالو. نشوف البوست اللي بعده عندنا من الحمامات باهي ياسر عمري 42 ما شاء الله وعازب واشتغل سكرتيرة في شركة مواد بناء وأرغب في التعرف على رجل قصد الزواج. رجل عمره في 43 فما فوق يعمل وذو مسؤولية ما شاء الله. ها الأخرى ما هذي كبير دي 42 باهي. نشوف الكومنتاريات سبحان الله نلقاو لك واحد يحبك على الاخر وفان بيك وعجبه عمرك 42 ينعل. تبادل الحضارات باهي مصر المرة قالت لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختي بالله انا علي من مصر عندي 48 سنة باهي وبشتغل في الساحل الشمالي بمرتب كويس جدا الحمد لله يناسب حضرتك ما شاء الله. معناها نجينا لك زوجة بالسوري هذه برجولية حاجة واو على الاخر. نارني بالرسمي مخي ما عادش يستوعب الحكاية هذه. دولة وصلت باجيت فيها كي عالم الكل موجودة بط دولة تونسية دولة مسلمة حسب روحها جيدي. بربي فك على امي الفيديو انتهى وكان عجبكم حطوا لايك وابونيه ويا على خير.